السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي من جديد في فيديو جديد. إن شاء الله هنشوف في الفيديو ده بعض الحاجات الشغل الجديد اللي عندنا، وانتوا أو عارفين طبعا إن الشغل ده من تصنيعنا. الحاجات دي كلها من تصنيعنا. أنا بوريكم من بره أهو. وعشان اللي ما هوش عارف المكان، أنا نقلت في البيت. يعني الزباين اللي كانوا عندي في المحل اللي على الطريق، انا نقلت في البيت في نفس الشارع اللي فيه المحل القديم، في نفس الشارع. في عندي هنا الشجرة اهو، وفي عندنا تشكيلة تانية لسه هقفلها، وفي النوعية اللي قدام دي بنحط فيها اي حاجة احنا عايزينها. يعني هي فيها دي، في منها الوان، وفي حاجات اهي. في الحاجات دي برضه ممكن تتحط في فازات زي كده. وفي هنا الحاجات دي. انا هنا بعمل يعني انا عندي هنا الورد، وعندي الحاجة اللي عايز حاجة معينة بعملها له. الشغل اللي فوق ده تصنيعنا، الفازات والانتيكات. شغل الانتيكات ده من تصنيعنا. عندنا اي كمية واي لون احنا بنطلع جملة من الحاجات دي اهي. وفي اشكال مش معروضة، في مثلا اشكال خلصانة، وفي الشيفات دي، شيف المناديل. في منه اشكال تانية كمان. وفي الشيف بتاع البيض ده، وفي ده بيتحط له ازازة. وفي بتاع المعالق، وده معالق، وده معالق، ده معالق، كل ده بيتحط له معالق. وفي الحاجات دي. الشغل الجديد اهو، طقم الوجه ده جديد. وفي الشعار ده، وفي طقم الشطرنج، وفي الشمعدان النوار ده. كل الحاجات دي شغل جديد. في الحاجات اللي فوق دي اهي، في الحاجات اللي بساعة دي، في منها كذا حاجة. في هنا الحاجات بتاعت رمضان دي بتنور، الفنانيس دي. في طقم الكلب ده، في الحاجة الأسد، في الخروف ده ممكن ينفع طفاية، وممكن ينفع للشوكولاتة. في شغل الانتيكات اهو، في دي طفاية برضو صقر. وفي الحاجات دي طقم التايجر ده برضو، واحد كبير واحد صغير. في حاجات هنا تقوم مع بعض. وفي الحاجات الفنانيس، وفي الجمال، في شوية شغل ما شاء الله جمال. يعني انتيكات حلوة تتحط كده، جميلة. في الحاجات بتاعت رمضان ورا اهي، بيبقى شايل صينية كده بيتحط عليها بلح او بيتحط عليها شوكولاتة. مم. في الحاجات دي كلها، الحاجات دي دي كده للشوكولاتات. في الحاجات دي برضو تنفع طفايات، الصغير منها ينفع طفاية، وممكن ينفع للشوكولاتة. الحاجات دي كلها اهي. دي في الطقم ده، الطقم ده للتسريحة كده اهو. هوريكم من جوه كده. شمعدان، شمعة، ودي كده الاكسسوار والدبابيس. في العرايس دي، في العروسة دي بتبقى شايلة صينية، شايلة صينية كده. الصينية دي ذهبي اهي، الصينية دي ذهبي، بس انا سايباها بالغلاف بتاعها. واللي ورا دي اهي، دي كده. الحاجات دي بتتحط على الركع، على الترابيزة. وفي دي جديدة جميلة رقيقة قوي. برضو ممكن نستعملها بونبونيرة، وممكن طفاية. ودي برضو نفس النظام دي. وفي الافريقي ده، الوجه الافريقي ده هو شغال دلوقتي برضو. وفي الحاجات دي تنفع طفاية وتنفع بونبونيرة برضو، واللي ورا دي. وفي ده، وفي طقم الاناناس ده
في منه الطقم 3 قطع موجود عندي هنا برضو. هو مش موجود هنا، ده فرداني كده، بس موجود عندي ال3 قطع اللي هي قطعة كبيرة واصغر واصغر. في الحاجات دي الوجه ده، في الحاجات دي، واي حاجة عايزينها في كل الالوان بتاعتها. ولو عايزين لون معين اصلا احنا ما بنعملوش، ممكن نعمله للي عايز بنعمله. في طقم الغزالة ده طقم جديد غير طقم الغزالة القديم ده. وفي طقم غزالة كمان جديد هبقى برضو اصوره لكم مرة تانية، هو خلصان دلوقتي. بيبقى قطعتين 2. في كده، في الحاجات دي، في الحاجات دي برضو شوكولاتات وحاجات من دي، في البونبونيرات دي. في الوجه التعبيري ده، في كده الحاجات دي، في الحاجات اللي فوق دي برضو، في الحاجات دي. دي حاجة زي بونبونيرة برضو اهي، في الحاجات دي اهي. دي اباجورات، وفي حاجات ناقصة من الاباجورات جاية لسه برضو. وفي الحاجات دي طقم الدونتس ده، في منه 3 قطع، وفي منه 2 اللي ورا ده اللي هو المتداخل ده. وفي ده، في الطقم الابل ده التفاحة ده 3 قطع. وفي الحاجات دي بقى كلها 3 قطع، يعني في بيبقى يعني مثلا زي ده كده فازة وبونبونيرة وطفاية. وده 3 فازات، وده برضه فاستين وطبق، وده 3 فازات. والحاجات دي برضه فاستين وطبق، الحاجات دي فاستين وطبق كده. ودي 3 فازات، ودي 3، دي 3. في الحاجات دي برضه في الطقم ده، الطقم ده بيكون 5 قطع. بيكون بيكون الطفاية دي، البونبونيرة، الشمعدان اللي ورا قطعتين، وفي طبق فاكهة الطبق ده، وفي هنا طبق فاكهة اهي. والحاجات دي بتتباع منها فرداني برضه، مش لازم الطقم. احنا عشان هنا بنصنع، لو حد عايز قطعة بنعملها، ولو حد عنده حاجة مكسورة من الشغل ده بتتكسر بنصلحها تاني. وفي النخلة الكبيرة دي، وفي الستارة الخرز، وفي الحاجات اللي تحت دي. في منها اللمبدار اللي بتركب له لمبه زي ده كده، وفي منها ممكن يتحط له ازازه من فوق ويتعمل تقطوع. اي حاجه من دي بتعمل كده. وفي عندي تشكيله ورد برضه لل لايه للبوكيهات وللفازات. وفي هنا ساعات حائط اهي، وفي هنا ساعات تانية. وفي هنا رول المفرش ده في الالوان بتاعته، يعني في هنا نبيتي، وفي على بامبا في ابيض، وفي ذهبي، في فضي، في الابيض، في البيج. وفي هنا النجف الجديد ده، انا بصور لكم من على علبه اهي اهي. الحاجات دي موجوده، نفس الابشرات دي عندي موجود منها. وفي هنا طقم البرواز ال3 قطع ده، في منه اشكال اهي. وفي هنا اشكال تانية كمان. وفي منه اللي هو بساعة ده، في منه تاني هنا. وفي منه ده اللي هو طقم بساعة ده. في الدلايات دي، في اللي هي المرسومة دي، وفي الذهب اللي تحت دي، وفي المفتاح ده حامل للمفاتيح. وفي هنا الانتيكات الصغيرة دي بتاعة النيش اللي زي دي بس يا سلمى. في بقى الجديدة دي، شايفين دي بتنور، دي اباجورة بتنور اهي. في الشمعة اهو بس يا سلمى. في الحاجات الجديدة دي برضو اهي. في الحاجات دي رجعت تاني، اللي هي الشمعة اللي شكل عجلة، وفي الشمعة دي. وفي الحاجات دي بقى جديدة، الحاجات دي ستانلس. دي كده تنفع للنيش، وتنفع على الأرفف، وتنفع
على كومودينات كده، في منها المقاس الصغير وفي منها المقاس الكبير اهو. في منه اشكال، يعني المقاس الكبير ده في منه نفس الاشكال دي على كبير زي دي كده برضو. في هنا الفواحات اهي. في هنا الشكل الجديد ده طقم مع بعضه كده. ده ازاز. في الفواحات دي، ودي فواحة، ودي مباخر ودي فواحة، والقمر ده فواحة. وفي البلورات دي تعمل موسيقى. دي كده هي كده من غير حجارة، وبتنور برضو. وفي البلورة دي بتنور بس. في اهو في الاشكال التانية اهي اللي بقول لكم عليها. في الاشكال دي حاجات دي ستانلس، هي كده جوه الكيس بالبلورة بتاعتها اهي. في الحاجات دي، في اللي هي الكتب الزينة دي. الكتب دي بتتحط برضه على الأرفف كده، ممكن يتحط جنبها أنتيكة أو فازة، أو اللي هو طقم العيلة، اللي هو العيلة الصغيرة اللي بتبقى قاعدة مدلدلة رجلها دي. أوريها لكم دلوقتي. أنا صورت طقم العيلة مع الأنتيكات. وفي الحاجات دي بتنور بالشاحن. في الحاجات دي موسيقى وبتنور. في الحاجات دي في ده منبه. في الحاجات دي بتعمل صوت، يعني العصافير دي بتسمع صوت عالي او بتسقف لها، بتصوصو. في الحاجات دي في شمع. في برضه شمعدانات اهي، اشكال تانية. كل اللي فوق دي شمعدانات. في فردانة زي كده، وفي ثنائي، واسعار قديمة على فكرة. في البراويز وساعات تانية اهي، ساعات حائط. في شغل جديد تاني جاي، بس انا لسه ما عرضتوش، وفي حاجات لسه جاي. في بكر الستان اهو. وفي الحاجات دي في شرابات، في البندانات، في اللي هو الخمار بالبندانة. في البندانات السوري، وفي البندانات البرباط. في بوكات اهي. في مسدس الشمع. هو المحل بس عايز يتنظم. في البوك الصغير ده للفكة. في بقى المفارش اهي، طقم الباسكت بالمناديل اهي. في بقى المفارش. في المفارش دي 6 قطع للركن اهي. في منها الوان اهي. وفي ده للخداديات، ده وش الخدادية. في منه اللي هو نصه جلد ده ونصه فرو، وفي منه كله فرو كده اهو. في الالوان بتاعته اهي. وفي هنا المفارش المستطيلة، في اشكال كتير اهي. وفي جديد هوريهولكوا دلوقتي في الكيس برضو، في المربع اهو. في حاجات كتير انا مش عايزه اهو. عايزه انزل الحاجات دي كلها، انا هوريكم بس اهو. وفي الحاجات دي البار والثلاث قطع، يعني في ده بار طويل، وفي ده بار برضه، وفي ده بار، ده 3 قطع، وده 3 قطع، ده 3 قطع اهو. في كتير. هوريكم بقى الحاجات اللي هنا. في هنا بقى حاجات نيش. في حاجات زي دي اهي، ده نيش. وفي حاجة مدورة تقطيع اهي. وفي حاجات في مفارش بتاعة رمضان اهي.
في مفارش بتاعة رمضان اهي، في منها برضه اشكال اهي، الخيامي وحاجات تانية اهي. في ده هو كله نيش اهو، كتافات السكر اهو اهو. في ده مدور، يعني الحاجات دي والله كل ما ستفها الناس تيجي تنعكسها تاني. الحاجات دي في مربع من الفرو ده. في ده بقى الحاجات دي في سفرة اهو، ده سفرة كبير، وفي مدور، وفي نص سفرة اهو، ونص سفرة، وده بار. في هنا بقى الجديد اهو، الحاجات الجديدة، يعني مثلا حاجة زي دي كده، شايفين الخامة ومطرزة، حاجة يعني في الحقيقة أجمل. ده بار، وفي ده مربع اهو، ده مستطيل. شايفين الشغل الجديد ده؟ ده برضو ده 3 قطع. الحاجات دي كلها يعني اي شكل من ده، في منه المربع والمستطيل بتاعه، وفي منه ال3 قطع، يعني في من ده في الحاجات بتاعته كلها اهو. شايفين الخامات اصلا. معلش ان انا بوريكم بسرعه، بس عشان مش عايزه اطول عليكم، بس اللي حابب يجي يتفرج يجي يشوف على الطبيعه وعادي يعني. شايفين الشغل ما شاء الله جميل، ده بار. شغل ما شاء الله جميل. ده مربع كبير، ده مربع برضه. شفت النيش الجميل ده؟ ده زي شفاف شوية، والداير بتاعه بس هو اللي مرسوم اهو. وده نيش برضه. وده بار. الخامات جميلة. وده مستطيل، واسعار حلوة، يعني المفارش دي فيها اسعار بتبدأ من 100. في ده مربع، وفي 3 قطع، ده 3 قطع. في بار، ده نيش قصدي. وده بقى في منه مستطيل ومربع. وده طقم اهو 3 قطع. وده طقم 3 قطع. وده مربع. الحاجات دي اهي مربع ومستطيل برضو الحاجات دي. وده طقم وطقم، يعني في الذهبي وفي الفضي. ده طقم برضو اهو، طقم. ده طقم. ده حاجات نيش اهي، نيش. حاجات النيش كتير اهي برضو. ده جميل. شايفين الاسعار عليها، ما بنخبيش حاجه يعني. وفي سفرة اهو، وسفرة اهو. خلاص، حاجات اهي. وفي بقى بوكيهات العرايس اهي، برضه بعمل البوكيهات اللي انت عايزينها. اللي عايز بوكيه بعمله له وهو قاعد، لو عايز حد عايز حاجه معينه بيجيب لي شكلها بعمله له اهو. شايفين الشكل الجديد ده؟ شايفين ده؟ شايفين الشغل؟ والحاجات دي كلها اللي حابب يتعلم الحاجات دي، القناه بتاعتي سناء السويدة على اليوتيوب، يدخل على القناه بتاعتي ويشوف الحاجات دي كلها.
في المناديل اهي، مناديل مطبخ ومناديل السحب ومناديل الحمام. في عندنا تشكيلة شنط اهي بصفي فيها اللي عاوز، هتبقى بأسعار حلوة قوي اهو. يعني في شنط هتبقى مثلا، في حاجات هتبقى اقل من 50 جنيه، وفي حاجات تبقى ب50 وحاجات ب100. الشنط هيبقى فيها اسعار حلوة. في لعب اطفال اهي، يعني في المنظف السترس ده رهيب في تنظيف البوتاجاز، وبيشيل البقع من الهدوم، وبينظف اي حاجة، والاحذية، وكله فظيع فظيع، في ثواني بينظف. وفي الحاجات بتاعت عيد الميلاد اهي، في الاستيكرات دي، في منها الاستيكرات دي، وفي منها الاستيكرات اللي هي دي البارزة ودي العادية اهي. وفي هنا الحاجات بتاعت اعياد الميلاد اهي، الشمع والحاجات كلها، والبلالين والزينة، كل حاجة كل حاجة هنا اهي. والفيونكات دي، في هنا وردة اهو برضو. في هنا الحاجات دي اهي. في هنا بقى البراويز دي براويز فرداني كده، دي كده. ودي اللي هي البراويز ال3 قطع اللي انا وريت لكم الاشكال بتاعتها دلوقتي. في هنا طرح اهي. انا على فكرة كل تركيزي في الانتيكات، لان انا بشتغل في الانتيكات، بصنع وكده، فتركيزي كله في الانتيكات. فهتلاقي الانتيكات عندنا هي اللي واخدة حيز كبير، وشغالين فيها اكتر يعني، لان هي شغلتنا الاساسية. في هنا البرفانات والحاجات اهي، الازاز مش مخلي الحاجة باينة. دي برفانات اهي. علب مكياج اهي. وهنا البراون والاجهزة اهي، والمكاوي والفرش واجهزة الشمع. وفي هنا شماسة اهي للاطفال. في هنا اللعب اهي. وفي هنا المصاحف دي، الاشكال دي. وفي هنا الساعات اهي. وفي هنا دهب صنع اهو. اشكال جميلة من الذهب الصيني. الحلق فيه ب50 وفيه ب60، وفي حاجات عاملة 30 جنيه اهي. حاجات جميلة، اشكال جميلة. المحل ده بس عايز يتروق، وبعدين اصوره لكم وهو رايق وجميل كده. لعب الاطفال تحت اهي. نرجع للانتيكات تاني اهي. تشكيلة جميلة جميلة. وفي حاجات مش موجودة هنا، موجودة عندنا حاجات انا يعني مش عارضاها، علشان الشغل بنطلعه جملة اول باول. ده يعتبر معرض بس بعرض فيه الاشكال، علشان الشغل اول باول بيطلع، ففي حاجات بتنقص. فاوقات بنسى ان انا انزل هنا الحاجات الناقصة. خلاص كده فيديو النهاردة خلص اهو. استنوني فيديوهات تانية كتير، وسلام.